بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة سنة 6. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض نموذج امتحان من التقييمات الوزارية المتوقعة لامتحان شهر إبريل. Choose the correct answer. اختار الإجابة السليمة. Number 1. The textile industry يعني صناعة النسيج mainly produces clothes and not يعني بتنتج بطريقة رئيسية الملابس وإيه؟ يلا نجرب الاختيارات. بتنتج الملابس والفرنتشر والأثاث؟ طبعا غلط. بتنتج الملابس والفود والطعام؟ برضو غلط. آخر كلمة عندنا كلمة ستيل، وكلمة ستيل يعني الصلب، وبرضو الإجابة هنا خطأ. يلا نشوف الإجابة اللي فاضلة، هي كلمة فابريكس. كلمة فابريكس معناها القماش، يبقى أكيد هي دي الإجابة الصح ونعمل عليها سيركل، لأن فعلا مصانع النسيج بتنتج الملابس والقماش. ويلا نقول الجملة بالإجابة. The textile industry mainly produces clothes and fabrics يعني صناعة النسيج بتنتج بطريقة رئيسية الملابس والقماش. Number 2. The temple of Dacca معبد دكة نقط stood in Nubia يعني إيه يقف في النوبة for thousands of years لآلاف السنين. أول حاجة هنعملها هنبص على الاختيارات اللي عندنا. عندي have، عندي has، where، are. كل الاختيارات أفعال مساعدة، يبقى أكيد أنا هختار على قاعدة معينة، مش هختار على معنى. عشان أختار على قاعدة برجع لجملتي وأبص لها كويس، وركز تملي يا ولاد إن أنا أبص على النقط دي كده وأشوف اللي قبلها وأشوف اللي بعدها. يعني أشوف اللي قبل النقط، الفاعل اللي قبل النقط ده إيه، مفرد ولا جمع، وأشوف الكلمة اللي بعد النقط، وده اللي هيساعدني إن أنا أوصل للإجابة الصح. أول حاجة هنعملها اللي قبل النقط The Temple of Dacca ده فاعل، والفاعل هنا مفرد ضميره it. تعال نشوف بعد النقط لقينا كلمة stood، وكلمة stood دي في التصريف الثالث في الباست participle. يلا نفتكر مع بعض ايه الزمن اللي كنت بستخدم فيه التصريف الثالث. Very good. The present perfect المضارع التام. المضارع التام كنت بجيب فيه التصريف الثالث وبس؟ لا، لو نفتكر مع بعض التكوينة كنت بجيب يا اما have او has زائد التصريف الثالث للفعل، يبقى هستبعد where وهستبعد are، اخلص منهم كده واركنهم على جنب واخلي تفكيري في الحاجة اللي ممكن احتاجها. طيب انا مش عارف احط have ولا has يا مستر. قلت لك تملي تبص للي قبل النقط او بعد النقط. طبعا هنا بعد النقط stood ده فعل، خلينا تملي نبص للفاعل. عشان تختار have او has تملي بتبص للفاعل، والفاعل ده بيكون في اول الجملة اللي هو بيكون قبل النقط. The Temple of Dacca معبد دكة ده ضميره، ده مفرد غير عاقل ضميره it. تعال نفتكر تكوينة المضارع التام. المضارع التام كنت بجيب have أو has زائد التصريف الثالث للفعل. طب امتى كنت بستخدم have؟ بستخدم have مع I و we و they و you أو أي فاعل جمع. وامتى كنت بستخدم has؟ كنت بستخدم has مع he و she و it أو أي فاعل مفرد غائب. طبعا هنا الفاعل عندي مفرد وضميره it، يبقى هختار كلمة has وتبقى have هي مش مناسبة وخطأ. وكده وصلنا للإجابة. ويلا نقول الجملة بالإجابة. The temple of Dacca has stood in Nubia for thousands of years يعني معبد دكة يقف في النوبة لآلاف السنين. Number 3. نقط study ancient places and old objects يعني مين اللي بيدرس الأماكن والأشياء القديمة؟ يلا نجرب الاختيارات ونستبعد الإجابات الخطأ. في الاختيار سي عندنا كلمة nurses، وكلمة nurses معناها ممرضات، طبعا خطأ. في الاختيار بي عندنا كلمة farmers يعني فلاحين، برضو الإجابة خطأ. الفلاحين مش بيدرسوا الأماكن القديمة ولا الأشياء القديمة. آخر اختيار عندنا كلمة vets، وvets يعني الأطباء البيطريين، طبعا الأطباء البيطريين احنا عارفين بيعالجوا الحيوانات. ويلا نشوف الإجابة الوحيدة اللي فاضلة archaeologists، وarchaeologists يعني علماء الآثار، يبقى أكيد الإجابة هنا سليمة. ونقرأ الجملة بالإجابة. archaeologists study ancient places and old objects يعني علماء الآثار بيدرسوا
الأماكن والأشياء القديمة. Number 4. Archaeologists have not، يعني علماء الآثار A. drawings and notes on pottery، يعني رسومات وملاحظات على الفخار. طبعا هنا زي ما اتفقنا واحنا بنبص على الاختيارات هنلاقي discovers، discover، discovering، discovered، يعني هو الفعل واحد بس جاي في أزمنة مختلفة. احنا اتعلمنا لما نلاقي الاختيارات كلهم نفس الفعل بس جاي في أزمنة مختلفة، يبقى احنا كده هنختار على قاعدة ولا على معنى؟ طبعا اللي بيقول هختار على معنى خطأ، لأن الأربع كلمات يعتبروا معناهم واحد. يبقى هختار على قاعدة، عاوز أقول لك يعني إن القواعد هي اللي هتساعدك في الاختيار السليم. طيب احنا قلنا علشان أختار الاختيار المناسب لازم أرجع لجملتي الأول وأبدأ أبص لها تاني علشان أعرف هي في زمن إيه، أو في كلمة معينة موجودة فيها ليها قاعدة معينة وابتدي أطبقها. تعال نقرأ الجملة علشان أشوف إذا كان في كلمة دالة على زمن معين أو في كلمة ليها قاعدة معينة وأنا أبتدي أطبق القاعدة دي. Archaeologists have، خلي بالك من كلمة have. أنا لاحظت يا مستر وجود كلمة have، وأنا خدت في البريزنت بيرفكت في المضارع التام إن المضارع التام ده بيتكون من have وهاز زائد التصريف الثالث للفعل. طب have هنا هتحتاج وراها إيه؟ very good، الباست participle، يعني التصريف الثالث للفعل. تعال نشوف أول اختيار. أول اختيار عندنا كلمة discovers، ودiscovers معناها يستكشف، وده طبعا مش التصريف الثالث لأن محطوط له اس الغائب، فهنا الإجابة خطأ. بعد كده عندنا كلمة discover، يستكشف، وده فعل في المصدر، وطبعا الإجابة هنا إيه؟ خطأ. بعد كده كلمة discovering هنا برضو مش التصريف الثالث للفعل لأن مضاف لها ing. آخر حاجة عندنا discovered، وهي دي الإجابة الصح لأن احنا أخدنا التصريف بتاع فعل discover، discovered، والتصريف الثالث برضو discovered، وكده نكون وصلنا للإجابة الصح. ويلا نقول الجملة بالإجابة. Archaeologists have discovered drawings and notes on pottery، علماء الآثار اكتشفوا رسومات وملاحظات على الفخار. In the past، في الماضي Egyptians not depend mainly on farming، يعني في الماضي المصريين اعتمدوا بطريقة رئيسية على الزراعة. طيب احنا كده فهمنا المعنى ان المصريين اكيد في الماضي كانوا معتمدين على الزراعة. وكمان نبص على القواعد ونشوف ايه الكلمات الدالة هنا. لقينا كلمة in the past، يعني اولا عرفت دلوقتي معلومة ان الجملة في الماضي، تمام. تاني حاجة عرفت معلومة ان المصريين اكيد هيعتمدوا على الزراعة لان احنا بنتكلم عن الماضي، فكان في الماضي اعتماد المصريين فعلا على الزراعة. يلا نجرب الاختيارات. اول اختيار عندنا used to، وused to طبعا اجابة خطأ لان جملتي الاصلية في الماضي وuse هنا مش في الماضي. تعال نشوف الاختيار التاني didn't use، وكلمة didn't use معناها لم يعتاد، وطبعا didn't use المعنى بتاعها مش مناسب لأن المصريين هم اعتمدوا على الزراعة فعلا، ما ينفعش أقول لم يعتادوا على الزراعة في الماضي. آخر حاجة عندي كلمة used، وكلمة used برضو خطأ لأن القاعدة بتاعتي اللي أنا اتعلمتها بستخدم used ووراها حرف الجر to، وهنا مفيش to. تعال نشوف الإجابة اللي فاضلة used to. طبعا used to هي الإجابة الصح، نعمل عليها circle لأن أولا هي في الماضي، تاني حاجة موجود وراها حرف الجر اللي احنا محتاجينه حرف الجر to